واخيرا خلية النحل اللي قلبة الدنيا كلكم طلبتوها مني. طبعا احنا عملنا مع بعض قبل كده خلية النحل بطعم الجبنة والعسل، وكل اللي جربها ونجحت معاه عارف قد ايه ان العجينة بتاعتنا كانت ناجحة وطرية جدا. كلكم طلبتوا مني بقى خلية النحل بطعم السينابون. هنعملها طبعا مع بعض النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. الناس اللي بتحب السينابون وبتكسل تعمله علشان خطواته الكتير، الطريقة دي هتحبوها جدا. سهلة جدا، مش هتاخد معاكم اي وقت، مش هطول عليكم كتير. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المقادير مع بعض. هبدأ الأول بالمقادير بتاعتي. عندي نص كوباية من اللبن الدافي، نص كوباية من المية الدافية، ربع كوباية من الزيت، وعندي بيضة كبيرة بنزل بيها على الخليط وبسيب حوالي معلقة كده علشان ادهن بيه الوش في الآخر. عندي معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، وبقلب كويس المكونات السايلة مع بعض، واسيب الخليط بتاعي كده 5 دقايق لحد ما الخميرة اتأكد ان هي اتفعلت وشغالة معايا. بعد كده بنزل بالدقيق بتاعي. الدقيق بتاعي ده دقيق مخبوزات او دقيق متعدد الاستخدامات، عليه رشة ملح. بنزل الاول ب3 كوبايات من الدقيق. بعد كده بقلب كويس وبلاقي ان العجينة بتاعتي لسه محتاجة دقيق، بنزل بالدقيق بقى الباقي ربع كوباية بالتدريج. طبعا ممكن الدقيق بتاعكو تحتاجوا زيادة، ممكن لحد 3 كوبايات ونص من الدقيق حسب نوع الدقيق بتاعكو. انا خدت 3 كوبايات وربع بالظبط، وبقلب كويس لحد ما العجينة تلم معايا كده. بنزل بقى بيها على الرخامة وبفضل اعجن بالشكل ده مدة ما تقلش عن 10 دقايق، لحد ما العجينة بتاعتي تلم معايا، ما تبقاش بتلزق كده على الرخامة، وتكون في نفس الوقت طرية مش ناشفة. بجيب بقى البولة بتاعتي بدهنها دهنة بسيطة من الزيت، وبغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي. في الوقت ده بقى هجهز لخليط التغطية بتاعي. عندي نص كوباية من السكر البودرة، معلقة كبيرة من الكاكاو المنخول، وعندي معلقة كبيرة من القرفة. بقلبهم كويس كده مع بعض. القرفة طبعا على حسب ذوقكم، بس ده يعني المقدار المظبوط. بقلب كويس كده وبجيب الصينية بتاعتي مقاس 28، بدهنها بالزبدة كويس جدا كده من كل الجهات. وبعد كده بجيب الخليط بتاعي بوزعه كويس كده على الصينية لحد ما الصينية بتاعتي كلها تتغلف كده بالخليط بتاعي، والزيادة بنزله كده، بخبط الصينية وبنزله. في الوقت دوت بتكون العجينة بتاعتي خمرت. طبعا شايفين العجينة يعني ناجحة ازاي. ببدأ بقى ان انا اشكل العجينة بتاعتي الكرات متساوية، قد الليمونة كده. او لو هنوزن وزن كل كورة حوالي من 25 جرام ل30 جرام، ما تكبروش عن كده. ببدأ بقى ان انا اشكلها. طبعا ممكن تحشوا الكرات بتاعتكم دي بالجبنة الكريمي بطعم القشطة، او بالجبنة المثلثات، او جبنة مربعات عادي، بس انا بصراحة استكفيت بالصوص اللي هيتحط على الوش. بشكل بقى كل الكمية وبرصها في الصينية، واسيب مسافة صغيرة بين كل قطعة والتانية، واغطيها واسيبها تخمر تاني لحد ما يتضاعف حجمها. في الوقت دوت بحضر للصوص بتاعي. عندي الكبة بتاعتي هنا، هحط فيها كوباية من السكر البودرة، 6 مربعات من الجبنة الطعم القشطة، وممكن جبنة كريمي يكون الوزن 100 جرام، وعندي معلقة كبيرة من اللبن البودرة بيعزز الطعم، وعندي معلقة كبيرة من الزبدة، وبخلطهم كويس كده. وبخفف الخليط بتاعي بمعلقتين كبار من اللبن. طبعا سمك الخليط على حسب ما انتوا عايزين، ممكن تخففوه ممكن تخلوه تقيل. بنزود اللبن او نقلله حسب ما احنا عايزين، وبنضربه كده في الكبة او بالمضرب الكهرباء او حتى بالمضرب اليدوي.
بعد كده بتكون الخلية بتاعتي خمرت معايا، بدهنها بقى بالبيض وعليه معلقة لبن ونقطة خل، وبدخله الفرن بيقعد معايا ربع ساعة. بعد ما بتطلع بغطيها واسيبها متغطية كده ربع ساعة لحد ما تبقى دافية معايا. بحط عليها الصوص وهي دافية، وبعدين برش رشة بسيطة كده من القرفة. عايزة اقول لكم يا جماعة، الصوص ده بيفضل معاكم بالشكل ده كده، لا بيسيح ولا بيتغير. حتى لو حطيتوا الباقي منكم في الفريزر وطلعتوه هتلاقوه زي ما هو كده. عايزة اقول لكم بقى الصوص طعمه رهيب، يعني هو ده صوص السينابون الاصلي. وعايزة اقول لكم ان العجينة طرية جدا زي ما انتوا شايفين، يعني ما فيهاش ولا غلطة. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تدعموني وتشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. واشوفكم على خير ان شاء الله.